مساء الخير ويعطيكم العافية. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم رح نعمل مع بعض ترمس الليمون لأجواء صيفية منعشة. وهلأ رح نبدأ نحضر أول شي الخليط الكريمي لترمس الليمون. هون حطيت تقريبا 750 جرام من الجبنة الكريمية، وبعدين ضفت عليها 3/4 من علبة حليب مكثف محلى، وضفت عليها كمان برش ليمون، تقريبا هون برش ليمونة كاملة، وضفت كمان 2 كوب من كريمة الحلويات السائلة. هلا راح ابدأ اخلطهم مع بعض منيح حتى تتجانس معي المكونات. وهلا بعد ما خلطت المكونات مع بعض لمدة 5 دقايق راح احطهم على جنب، وراح اجيب صحن راح احط فيه ظرف من جل الليمون. بعدين راح اضيف عليه ربع من كوب المي السخنة عشان يتماسك معاي الجلي. راح احرك الجلي حتى يدوب معاي كامل. بعد هيك راح اضيفه على الخليط الكريمي وبخلطهم مع بعض منيح، وهيك بكون عندي الخليط الكريمي جاهز. وهلا راح احط الخليط الكريمي بعد ما جهز معنا على جنب، وراح ابدا احضر بعصير الليمون. هون ضفت نصف كوب من الليمون وكوب من المي، وضفت كمان نصف كوب من السكر. طبعا هون الحلاوة زي ما بتحبوا، تقدروا تقللوا السكر او تزيدوا. وضفت كمان ربع ملعقة صغيرة من صبغة الطعام اللي لونها اصفر، هاي اختيارية. وبحركهم مع بعض حتى يدوب السكر كامل. هلأ رح نغمس الليدي فينجر أو بسكوت الأصابع بعصير الليمون اللي حضرناه. رح أغمس الليدي فينجر بالعصير من الجهتين، طبعا بنغمسها بسرعة لأن البسكوت رح يتشرب العصير بسرعة وممكن تتفتفت معنا. بعدين رح أبدأ أصفهم بالصينية جنب بعض. بتقدروا تستخدموا أي نوع صينية بتحبوا، بايركس أو أي نوع تاني. أنا هون استخدمت صينية التشيز كيك. هلا أول طبقة من الحلو رح تكون بسكوت الأصابع، بعدين راح نضيف عليها الخليط الكريمي اللي حضرناه. راح نوزع الخليط الكريمي على البسكوت كامل حتى تغمره من كل الجوانب، وراح تكون طبقة الكريمة فوق البسكوت مستوية. بعدين راح أحط الطبقة الثانية من الليدي فينجر المغمس بعصير الليمون، وبعدين راح نعيد نفس الخطوة، نحط عليها طبقة من الكريمة اللي ضلت عنا، وبنوزع الخليط على الصينية كاملة. بعدين راح أحطها بالثلاجة عبين ما نحضر الطبقة الأخيرة. هلا بصحن راح نحضر الطبقة الأخيرة. راح أحط كوب من المي وراح أضيف عليها 3/4 كوب السكر، وبعدين راح أضيف عليها ربع كوب من عصير الليمون، وتقريبا 5 نقاط من ملون الطعام من لون أصفر. بعدين راح أحركهم، وأنا بحركهم راح أضيف ملعقتين كبار من النشا، وراح أضيف قشر الليمون. هون خليت قشر الليمون كبير عشان يعطي طعم للخليط، وبعدين راح أشيله من الخليط. وممكن تحطوا برش الليمون، طبعا هذا بيرجع لكم انتو شو بتحبوا. وهيك الخليط صار جاهز معنا. هلأ رح نحطه على الغاز ونضلنا نحرك بالخليط عبين ما يتقل معنا، وبس يغلي رح أطفي عليه الغاز. وهيك الطبقة الأخيرة لحلو الترمس الليمون رح تكون جاهزة معنا. رح يكون قوامها تقيل زي قوام السحلب. وهلأ رح نضيف الطبقة الأخيرة لحلو الترمس. رح نطلع الصينية من التلاجة، وبعدين رح نضيف عليها الخليط. رح نوزع الخليط على الصينية بالتساوي، ونتأكد انه الخليط يتوزع على كامل الصينية. راح نضيف الخليط شوي شوي على الصينية لأنه بيكون سخن كتير. بعدين راح نحطه بالثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل. وهيك بيكون حلو التيراميسو جاهز معنا. بنصحكم تجربوه، راح تحسوا انه بيختلف عن التيراميسو العادي، وانتوا بتاكلوه راح تحسوا بانتعاش كبير. بتمنى يكون الفيديو أعجبكم ويعطيكم ألف ألف عافية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى